ازيكم عاملين ايه؟ هنكمل النهارده سلسله افلام الرعب اللي انا شخصيا بحبها جدا وعارف ان انتوا بتحبوها جدا، عشان كده مكملين ان شاء الله في السلسله دي لفتره طويله قدام. وطبعا انا كنت عامل قبل كده سلاسل خاصه بافلام الرعب كتيره جدا موجوده في البلاي ليست الخاصه بافلام الرعب، زي ما انا كنت عامل قبل كده طبعا سلاسل افلام خاصه بافلام الجريمه والغموض وافلام الاكشن وافلام الصراع للبقاء على قيد الحياه والافلام الكوريه وغيره وغيره من السلاسل هتلاقوها موجوده في القوائم الخاصه بالقناه. وطبعا عشان ما اضيعش وقتكم ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. يلا بينا ما نضيعش وقت ونخش في الموضوع على طول. اول فيلم حابب اتكلم عليه هو فيلم Five Nights at Freddy's اللي اتعمل في 2023. الفيلم بيدور حوالين مايك، شاب حالته صعبة وبيعاني من مشاكل نفسية بعد ما اخوه اختفى وهو صغير. مايك مش لاقي شغل بسبب ظروفه لحد ما يجيله فرصة شغل ان هو يشتغل فرد امن في مطعم قديم او مطعم العاب قديم اسمه فريديز بيتزا. المكان زمان كان زي بيت ألعاب للأطفال مليان دمى روبوتية ضخمة بتتحرك وتغني، بس اتقفل بعد حوادث غامضة حصلت للأطفال. أول ليلة المايك بيقضيها في الشغل بيبدأ يلاحظ تصرفات غريبة من الدمى المتحركة دي. مش بس كده، دي كمان بتراقبه وبتظهر في أماكن غير منطقية بالنسبة له. الدمى اللي موجودة أو الدمى الروبوتية اللي موجودة في الفيلم ده هم 4 روبوتات، ودي مش مجرد روبوتات، دي مستحوذة من داخل أرواح شريرة. فيا ترى مايك هيتصرف إزاي في مواجهة الروبوتات الشريرة دي؟ الفيلم ده يعتبر فيلم رعب خفيف لطيف، مفيش فيه نوع من الحشو، مفيش فيه نوع من المط. هتلاقي كده ده مناسب جدا للأفلام أو للناس اللي بتحب أفلام المطاردات والأفلام النفسية إلى حد ما. هتستمتعوا جدا بالفيلم ده. They want to make her like them. Abby! Tell me how to stop them. It's too late. تاني فيلم حابب اتكلم عليه وهو فيلم دابي 4. الفيلم بيبدأ مع كوبرا، بنت قبل فرحها بيومين بتبدأ تتصرف تصرفات مرعبة وفجأة تتلبس بروح شريرة. الدنيا بتتشقلب وكوبرا بتتحول من بنت هادية لبنت مستحوذة من قوة شريرة مرعبة جدا. بيبدأ يتغير صوتها وشكلها وتصرفاتها كمان، وطبعا بتبدأ تأذي أهلها من غير ما تحس. صاحبتها القديمة بترجع لبلدتها مخصوص علشان تساعدها لأنها مش مصدقة إن في مس بجد، لكن لما تشوف اللي بيحصل لكبرى بتتأكد إن الموضوع مش علمي خالص. بيستعينوا بشيخ مشهور في البلد بإن هو يحاول يساعدها. بيبدأوا يدوروا في الماضي ويكتشفوا إن في لعنة قديمة جدا مرتبطة بعيلة كبرى، واللعنة دي اتعملت عن طريق سحر انتقامي قوي كان معمول لأجيال وبينتقل من واحدة للتانية. الفيلم بيبدأ يوصل لجرعة الرعب من البداية للنهاية لحد ما يوصل للمشهد الختامي اللي يعتبر من أكتر مشاهد أفلام الرعب اللي موجودة في السلسلة دي كلها. الفيلم ده من نوعية الأفلام اللي هي بتسمى بفاوند فوتج، اللي هي بيتم الانتقال بزوايا التصوير بكاميرا متنقلة. أنا بالنسبة لي كانت الأفلام دي ما كنتش يعتبر مديها فرصة وما كنتش مهتم بيها إلى حد ما، لحد ما جه الفيلم ده يا جماعة وغير وجهة نظري تماما عن الأفلام دي. الفيلم متصور بطريقة تخليك تحس إن الأحداث بتحصل قدام عينك بالظبط، مش مجرد تصوير عادي. الكاميرا بدل ما بتكون ثابته بتبدا ان هي تكون متحركه في كل المشاهد، وده عشان يحسسك انك داخل الاجواء. الاسلوب ده مشهور في افلام الرعب عشان يخلي المشاهد متوتر وبيعيش تجربه الاحداث بشكل اقرب للواقع. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها هو فيلم بوجي مان اللي اتعمل في 2023، وبالمناسبه في منه اجزاء كتيره جدا كانت اتعملت في بدايه الالفينات وكانت قويه جدا، ولكن انا بصراحه ما رشحتهاش ليكوا عشان للاسف الافلام دي غير مناسبه للمشاهده العائليه. ولكن الفيلم اللي انا قصدي عليه النهارده ده اللي هو اتعمل في 2023 ده مناسب جدا 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 للمشاهده العائليه، تقدر تشوفه عادي جدا وانت مطمن. الفيلم بيتكلم عن عيلة عايشة في حزن شديد بعد وفاة الأم، البنت الكبيرة سادي وأختها الصغيرة، وأبوهم الدكتور ويل اللي مش قادر يتصرف مع فقدان مراته. كل بيتهم مليان وجع وحزن شديد. في يوم بيجي لهم راجل غريب اسمه ليستر،
بيبدأ يحكي لهم عن كائن شرير قتل أولاده بطريقة بشعة، وبعدها بدون أي مقدمات ليستر بيبدأ ينتحر قدام عينيهم. ومن اللحظة دي البيت بيبدأ يظهر فيه حاجات غريبة ومخيفة جدا. البنت الصغيرة بتبدأ تشوف ظلال وأشكال غامضة في البيت، تحت السرير وورا الأبواب وفي العتمة، والخوف بيزيد وكل يوم كأنه بيتحول لكابوس حي. سادي اللي هي الأخت الكبيرة في الأول ما بتبقاش مصدقة، لكن بتكتشف وبتتأكد إن فعلا بوجي مان هو موجود وحقيقي جدا، وبيستغل خوفهم وحزنهم الشديد في إن هو يقوى يوم ورا التاني. فيلم يا جماعة قوي جدا ومن أفضل أجزاء السلسلة، بنصحكم إن انتوا تشوفوه جدا. What is this supposed to be? It's the thing that comes for your kids when you're not paying attention. من الافلام اللي احب اتكلم عليها هو فيلم لاست شيفت اللي اتعمل في 2014. الفيلم بيدور عن ضابطة جديدة اسمها جيسيكا، لسه متخرجة من الأكاديمية، وأول يوم شغل ليها بيكون في وردية ليلية كاملة في قسم الشرطة. المفروض إن هي تفضل موجودة في الليلة دي عشان تستلم شحنة أدلة مهمة جدا. الجو من أول لحظة بيبقى مريب وموتر، المكان فاضي ومطفي ومليان أصوات غريبة، وجيسيكا بتحاول تهدي نفسها وتعمل شغلها، لكن كل شوية تلاقي أبواب بتقفل لوحدها وأصوات صراخ في الطرقات ومكالمات تليفون جاية من ناس بتستغيث وأشكال وظلال بتعدي من وراها. بتبدأ تفهم إن الاسم ده مكان مش طبيعي ومستحوذ من قوة شريرة. المكان ده للأسف عليه لعنة وبتطاردها طول الوقت. فيا ترى إيه سر اللعنة دي وهتتصرف إزاي؟ الفيلم طبعا بيعتمد على الجو الموتر والأصوات أكتر من الدم والوحوش. التصوير كله تقريبا يعتبر في نفس المكان في اسم الشرطة المقفول ده. الفيلم من بدايته لنهايته مفيش أي فيه مط إلى حد ما، وخصوصا إن هو فيلم من الأفلام اللي مدتها قصيرة إلى حد ما، تقريبا حوالي ساعة ونص، فمفيش أي فرصة أصلا إن هم يضيعوا وقت. فمن بداية الفيلم لنهاية الفيلم هتعيش الأجواء دي بشكل مرعب وجميل جدا. I am a dancing flame. I'll destroy your home. من الافلام اللي حابب اتكلم عليها هو فيلم سكيري ستوريز تو تيل ان ذا دارك. الاحداث بتحصل في سنة 1968 في مدينة صغيرة اسمها ميل فالي. عندنا مجموعة شباب كلهم بيحبوا قصص الرعب وعايشين حياتهم عادي. في ليلة الهالوين بيروحوا بيت مهجور وبيقعدوا فيه. البيت ده كان ملك عيلة ثرية زمان، وكان ليهم بنت اسمها سارة بيلوز، وسارة دي كانت غامضة جدا وكل الناس كانوا بيقولوا انها بتكتب قصص رعب للأطفال. لكن في إشاعة بتقول ان القصص اللي هي كانت بتكتبها دي كانت بتسبب مصايب حقيقية وبتتنفذ في الحقيقة بشكل غريب جدا. في البيت المهجور ده ستيلا بتلاقي كتاب قديم لسارة، كتاب شكله مرعب ومليان قصص مكتوبة بخط ايديها. ومن هنا الرعب الحقيقي بيظهر، لان الكتاب بيبدأ يقرر من نفسه ان يكتب قصص رعب جديدة، وللأسف الشديد القصص دي بتبدأ تتنفذ على أرض الواقع. كل قصة بتستهدف واحد من الأصدقاء، وبيظهر لكل واحد منهم وحش من وحوش كتاب سارة. طبعا بيعيشوا أجواء مرعبة وصاخبة جدا، وخصوصا ان هم مش عارفين يتصرفوا ازاي ومش عارفين يعملوا ايه ومش عارفين يوقفوا لعنة الكتاب ده ازاي. فيا ترى ازاي هيوقفوا الكتاب، وليه القصص دي بتتكتب لوحدها، وايه سر سارة اللي محدش كان طايق يتكلم عنه زمان. ايقاع الفيلم سريع ومش ممل، كل شوية في قصة جديدة بتتفتح فالمشاهد ما بيزهقش. الفيلم جمع قصص مختلفة وحولهم لقصة واحدة، او خلى القصص المجمعة مرتبطة بالقصة الرئيسية، وده كان تحدي كبير جدا، مش اي فيلم يقدر ان هو ينفذه صح، ولكن الفكرة دي اتنفذت بشكل ممتاز يا جماعة في الفيلم ده. بالمناسبة أنا كنت عامل فيديو بتكلم فيه عن أفضل 16 فيلم رعب نزلوا في التاريخ، لأن بالمناسبة طبعا الأفلام اللي بتكلم عليها دي والأفلام الخاصة بالسلاسل التانية هي ما تعتبرش الأفضل في التاريخ، هي تعتبر أفلام مناسبة وقوية جدا للمشاهدة، ولكن بالنسبة لأفضل 16 فيلم رعب في التاريخ هسيب لكم طبعا اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. وطبعا ما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الأفلام دي، هل عجبتكم، هل شفتوها قبل كده ولا لأ. وطبعا ما تنسوش الناس اللي مش مشتركه في القناه تشترك في القناه وتفعل زر جرس التنبيهات وتدوسوا لايك على الفيديو عشان ما يفوتكمش كل جديد. كان معاكم محمد العايدي، سلام عليكم.